دايما كمان بركز قوي على مرحلة ما بعد ال50 باعتبار ان هي في الأغلبية العظمى من الستات هي مرحلة انقطاع الدورة. انقطاع الدورة يعني ايه؟ يعني هرمونات بنفقدها، الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين بالذات ده ليه شغلانات كتيرة في جسمنا، ولما بنفقده بيتسبب في مشاكل زي دايما تلاقي الست عند مرحلة انقطاع الدورة بتشتكي مثلا ان جسمها بيوجعها مفاصل والعضلات. ليه؟ لان الاستروجين ده من ضمن وظائفه ان هو مضاد للالتهاب. فلما بفقد مضاد للالتهاب تبتدي العضلات والمفاصل تلتهب. الاستروجين فقدانه بيأثر على المود بتاعنا. فتلاقوا ستات كتيرة قوي ما بين العصبية وما بين الدبريشن طول الوقت على طول احنا على طول ومود طالع ومود نازل. ودي بالظبط كده اللي هي المود سوينجز اللي بتحصل في المرحلة رهيبة. دي، اختلاف الحالة النفسية. ده حاجة من الأعراض الطبيعية. من ضمن الحاجات برضو الأكل كتير. لكن مش ان الحرق بقى قليل، احنا بناكل اكتر. احنا بناكل اكتر. ليه بقى؟ برضو هفكرك بالبيريد قبل ما بتيجي. كتير قوي من الستات بتشتكي من جوع شديد اللهجة قبل الدورة الشهرية. بالظبط قبل الدورة الشهرية. نفس اللقطة بتحصل في مرحلة المينوبوز برضو بسبب لخبطة الهرمونات. الفكرة كلها ان انا بيجيلي جوع، انا لسه واكلة بس انا جعانة، انا مش عارفة اشبع. انا دايما اقول احنا بنتحول لكأني انا برميل وعمال ارمي والبرميل ما بيتمليش. صح. تمام. الستات ليه بقى بتتخن في المرحلة دي؟ لانها بتمشي ورا الاحساس ده، ما بتقفش مع نفسها تقول لا 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 ده هرمونال، لا انا بدل ما اكل انا هدخل حاجة اعمل حاجة اشربها. وانها تلهي نفسها عن الفكره بتاعت كلي 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 بس بعد فوات الاوان. ما احنا عايزين بقى نرفع الوعي بتاع الستات، علشان الشكوى دي زياده الوزن اللي في مرحله ال50 او مرحله انقطاع الدوره مش المفروض تحصل. لو كل ست فهمت جسمها شغال ازاي، وان احساس الجوع ده احساس خاطئ مش احتياج جسم.